ازيكم يا اصحابي؟ كل سنه وانتم طيبين. بدأنا خلاص موسم المدارس. النهارده هنعمل مع بعض الفينو بطريقه سهله جدا ومبسطه. يلا بينا نشوف الطريقه اللي احنا عملناها دي ازاي مع بعض. عندنا المقادير بتاعت الفينو. عندنا هنا نص كيلو دقيق لجميع الاغراض طبعا. انا بجيبه من الفرن، فرن الفينو. بيبقى اضمن لانه بيستعملوا كمان الدقيق بسرعه وكتير، فبيبقى الدقيق بتاعهم نضيف. وعندنا هنا ربع كوبايه زيت الاكل العادي، ربع كوبايه او معلقتين كبار زيت. وعندنا هنا معلقتين كبار سكر عادي. وعندنا هنا كمان كوبايه او مج ميه دافيه، تكون دافيه كده على خفيف. وعندنا هنا معلقه كبيره خميره فوريه. حطينا على الدقيق الخميره الفوريه، وبعد كده حطينا معلقتين السكر، قلبتهم كويس جدا. ونسيت اقولك ان انا كمان حطيت نص معلقه صغيره ملح وقلبته مع الدقيق. هنا نزلنا بالزيت زي ما احنا شايفين. هنقلب بقى بالمعلقه او بايدينا عادي. هننزل هنا كمان بالميه الدافيه، ممكن نحتاج ميه تاني على حسب نوع الدقيق. انت هنا مش ضامنه الخميره بتاعتك فعاله وشغاله ولا لا. اعملي لها اختبار بدل ما تبوظي العجينه كلها. حطي الميه الدافيه، حطي فيها الخميره، حطي فيها معلقه الخميره ومعلقتين السكر. تمام. وبعد كده غطيها باي غطا او باي حاجه عندك لمده 10 دقايق. لو لقيتيها فارت وتضاعفت يبقى كده شغاله وناجحه معاكي. لو ما لقيتهاش فارت ولا تضاعفت يبقى كده الخميره مش مظبوطه. تقدري ساعتها اللي انت تشتري خميره غيرها. كده انت ما بوظتيش الدقيق بتاعك ولا اي حاجه. خلصت العجينه بتاعتي. العجينه لو احتاجت منك على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه، لو احتاجت منك ميه كمان ضيفي كمان ميه دافيه تاني، واحده واحده كده لغايه ما العجينه تلم معاكي. لو طريه طبعا طريت منك شويه عادي. ضيفي كده رشه برشه من دقيق كده لغايه برضو ما تلم معاكي، مفيش اي مشكله خالص. تمام كده زي ما احنا شايفينها بالشكل ده لمت خالص، وحتى نضفت الطبق بتاعها عادي. احنا هنا هنغطيها باي كيس، اي كيس استريتش او اي كيس عادي. هنغطيها ونسيبها في مكان دافي حوالي ساعة لغاية ما تتضاعف حجمها. تمام. والخميرة تشتغل. هنا حجم العجينة زاد زي ما احنا شايفين في الطبق كده بعد ما قعدت ساعة بالظبط في مكان دافي. شيت رشة دقيق بسيطة كده على الرخامة، وحطيت العجينة اللي هي خمرت في الطبق، شلتها كده زي ما احنا شايفين وحطيتها على الرخامة تحتها رشة دقيق. وهعمل منها بقى ايه؟ هعمل منها كور. تمام. كورة كده بحجم البرتقانة الصغيرة زي ما احنا شايفينها بالشكل دوت. عملتها زي بقجة كده وهرصها كده في اي حاجة. هكمل بقى كل العجين بالشكل دوت. انا هنا جبت اول كورة انا عملتها عشان طبعا هتكون استريحت وتتفرد سهل جدا. حطيت تحتها رشة دقيق وهفردها بقى كويس بالنشابة زي ما انت شايفة كده معاكي الصورة، يا رب تكون واضحة كده. تمام. وخدتها كده الناحية التانية زي ما انت شايفة، وببرمها بقى زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هي سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة خالص. شايفة كده عاملة ازاي؟ الطرف اللي احنا عاملينه دوت هيبقى لتحت، وكمان الجنب برضو دوت هندخله كده لجوه. رصينا الفينو بالشكل دوت في اي صاج او صينية عندنا. ولازم كمان هنا يكون في تباعد عشان لسه طبعا هيخمر مرة تانية. ومن نجاح وعوامل نجاح الفينو لازم يخمر عندنا هنا مرتين. اول مرة لمدة ساعة بعد ما غطيناه كانت عجينة خالص لمدة ساعة. بعد كده بعد ما شكلناه اسطوانة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت قعدنا نص ساعة بعد ما غطيناه بأي كيس. عشان طبعا لازم يزيد حجمه تاني بعد التشكيل طبعا. هنا بعد ما خمر معانا النص ساعة بعد ما غطيناه وخمر معانا نص ساعة تاني تضاعف حجمه بالشكل دوت. ما نقلقش خالص ونقول لازق في بعضه، لا هو بيبقى كده مفيش عندنا اي مشكلة. لو احنا هنا عايزينه بالسمسم احنا هنا ممكن ندهن الوش بيض على خفيف، او لو احنا مثلا لو في وقت صيام او حاجة
احنا ممكن صلصة مخففة، صلصة الجاهزة اللي هي المخففة هنخففها بشوية مية تبقى خفيفة خالص، وندهن الوش بالفرشة. تمام، عشان يبقى صيامي طبعا والوش بتاعه يتحمر معانا. وبعد كده بقى نحط حبة البركة او السمسم زي ما احنا عايزين. هنا هياخد وقت في السوا حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة على درجة حرارة عالية، حوالي 200. هندخله على الشبكة في النص. الفرن طبعا لازم تكون سابقة التسخين. لو الفرنة بتاعتك بتلسع اي مخبوزات عندك، حط صينية صغيرة فيها مية وليمون او خل، عشان بس ما تغيرش شكل الصينية عندك وتتحرق. حطي فيها مية وليمون او خل زي ما اتفقنا، وحطيها على قعر الصاجة بتاعة الفرن. وطبعا اي مخبوزات عندك هتحطيها على الشبكة، فبكده المخبوزات مش هتتحرق خالص، لان المية اللي احنا حاطينها دي هتوزع درجة حرارة الفرن. بعد ما الفينو استوى بقى بالشكل الجميل الذهبي اللي احنا شايفينه كده. تمام. بعد كده ما تقلقيش خالص لو لقيت الوش مقرمش. بعد كده احنا نعمل طريقة من الطريقتين اللي انا هقولهم دلوقتي. طريقة منهم لو انتي ما عندكيش بخاخ، لو انتي عندك بخاخ مية اللي هو بتاع المكوى، هنملاه مية نظيفة ونرش عليه مية كده على بسيط. هي دي طريقة الأفران. على فكرة مش بيعملوها في الفينو بس، بيعملوها في كل المخبوزات تقريبا، لأن أنا شفتهم وحد من الفرن قال لي كده. تمام. طريقة تانية، انتي ممكن أي مية عندك في طبق مثلا وتاخدي كده بإيدك وترشي عادي، مجرد رش بس مش دلق طبعا عشان ما يعجنش معانا. او الطريقة التانية، انتي تبلي فوطة نظيفة، اي قماشة قطن عندك نظيفة تبليها كويس بالمية وتعصريها كويس جدا، وبعد كده تحطيها فوق الصاجة او فوق الصينية. دي هتخلي الفينو طري جدا معاكي، او اي مخبوزات عموما. زي ما احنا شايفين انا بخيت بالبخاخ بتاع المية. تمام. وغطيتها بفوطة. عملته بالبخاخ المية، هغطيه بحتة قماشة لمدة 5 دقايق تقريبا، عشان يحتفظ طبعا بالرطوبة اللي دخلت له المية مع الحرارة. هيبقى طري جدا معانا. هنا جبنا واحد فينو، صابع فينو اهو. بصوا طري ازاي وهش ازاي. بنفتحه قدامكم بالسكينة اهو عشان تشوفوا قد ايه طري. وبصوا زي ما بنجيبه من بره ويمكن احسن كمان شوية. رب الطريقة البسيطة بتاعت الفينو دي تكون عجبتكم. ان شاء الله كمان هنعمل اكلات وصفات كتير للمدارس. هنعمل ميني بيتزا، وهنعمل بسكوتات كتير تنفع للمدارس. وكمان هنعمل كمان شوكولاتة جيرسي اللي الولاد كتير بيشتروها من بره. وهنعمل كمان مخبوزات زي الباتيه. يا ريت كلنا نتابع قناة الشطورة ماري سعد مع بعض، ويشرفني طبعا متابعتكم لينا. ويا ريت كمان نصلي من اجل الجروب ومن اجل قناة الشطورة. ويا ريت ندعم القناة، نشترك في القناة طبعا كلنا ونفعل الجرس عشان اي وصفة اول باول تنزل لنا. ويلا اقول لكم بقى باي باي، عقبال الوصفة الجاية. باي.